نعمل ايه بقى في الملل بعد الجواز؟ الخطة اننا نأخر فضيان خزان الدوبامين قدر المستطاع لغاية ما الخزان التاني يتملى، فلما ده يخلص يكون في حاجة العلاقة دي قائمة عليها وتستمر. طيب نعمل ده ازاي؟ اولا بلاش نستهلك خزان الدوبامين قبل الجواز، خليه بالكرتونة. انا اعرف صديقة كانت مرتبطة 8 سنين قبل ما تتجوز، تم فيهم استنفاذ حاجات كتير جدا، يعني اكتر من المفروض، فالخزان فضي بعد شهور من الجواز، والتاني ما كانش لحق يتملى، فالطلاق حصل قبل ما تكمل سنة. مفيش حاجة سند العلاقة، كل حاجة انتمت حميمية بأي درجة قبل الجواز، حتى لو مسكت ايد بتعجل من مرحلة الفتور. هتتبسط دلوقتي بس هتندم بعدين. وخطورة فتح الخزان انه بيسحب، يعني مسكة الايد اللي كانت بتخلي وشه يحمر هتتكرر كذا مرة لغاية ما تبقى عادي، فهو عايز جرعة، ما هو ده طعم الدوبامين، فنعلي الليفل شوية. حضن هيتكرر كذا مرة لغاية ما يبقى عادي، وبرضه هو مشتهي الدوبامين، فهنعلي الليفل، وهكذا. فيعني نسيبه بالكرتون احسن. دي من اسرع طرق كشف الباد بوي بالمناسبة،